السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة أمولتي شانيل. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم بسبوسة اللي كتجي رائعة في المذاق ديالها، خفيفة وما كتجيش يعني طالعة بزاف، وكتجي مسقية مزيان. بصراحة غادي تعجبكم بزاف. كنستعملوا فيها الليمون، كتجي رائعة بمذاق ديال البرتقال. نخليكم مع المقادير وطريقة تحضير وفرجة ممتعة. نبداو على بركة الله. اول حاجه هنايا في المقادير عندي 2 حبات ديال المندرين. غادي نحيد لهم غير هذوك العليفات اللي كيكونوا لداخل، او لا فيهم شي عظومه. هذاك العلف اللي كيكون لداخل هما اللي غنحيد. غنخلي هذا البرتقال هذا بالقشره ديالو، ما غيعطيكم لا مروره لا حتى حاجه في هاد البسبوسه هذه. الحاجه الوحيده اللي غتحيدوا منه انا غنوريكم هي هذوك الخيوط اللي كيكونوا الوسط، وغتقلبوا الا كان فيه شي علف او لا عظيم ولا شي حاجه راه كيدير المروره. اما القشره ديالو غادي نخليها، ما غاديش نحيدها. غادي نقطعهم هكا كيف قلت لكم، غادي نقطعهم طريفات، وغادي هما كيطحنوا يعني بكل شيء ليهم. ما كنحتاجوش يعني كنقطعوهم طريفات صغار حيت غادي نلوحوهم في الماكينه. ها نتوما كما شفتوا راه كنقول لكم كاينين العظيمات هكا في الليمون. حاولوا تحيدوهم باش ما يعطيوكمش المروره في هذيك الحرشه. كنفيريفي كل حبه بوحدها، اللي بان ليا فيها العظم كنحيد هذوك القشيرات اللي كيكونوا زايدين. صافي هنايا مباشره غادي نجيب الخلاط، غادي ندير فيه هذاك 2 حبات ديال المندرين. غادي نضيف ليهم كذلك 2 حبات ديال البيض اللي غادي نخلطهم واحد شويه هكا بواحد الشوكه. صافي نفرغهم على هذاك البرتقال. من بعد كنضيف كاس الا ربع ديال السكر سنيده، كنزيد كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه، وكنضيف ساشي ديال الفاني باش زوينه هاد البسبوسه هذه اولا الحرشه. كتخلطوا كلشي في الكاس ديال المولينكس اولا الخلاط الكهربائي. صافي هنايا كنطحن هادشي مزيان 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 حتى كيتميكسا مزيان بحال كطحنوا العصير. كنطحنوا حتى ما كيبقاوش يبانوا لينا فيه هذوك الطريفات ديال المندرين. كل ما طحنتو مزيان كل ما حصلتوا على نتيجه احسن. صافي هنايا بعد ما طحنت هذاك الشيء مزيان غادي نضيف واحد القبيصه ديال الملح، وغادي نضيف كاس الا ربع ديال الماء اللي كيكون من الصنبور بارد. صافي وغادي نطحن عاوتاني هادشي حتى يتخلط مزيان. ومباشره بعد ما طحنت هادشي كامله غادي نبدا كنضيف السميده. غادي نضيف هنايا الكاس الاول، بطبيعه الحال غادي نغربلها. غادي نضيف الكاس الثاني، وغادي نضيف واحد الساشي ديال او عفوا 2 اكياس ديال الخميره ديال الحلويات بالوزن ديال 8 غرام في كل وحده، يعني 16 غرام في المجموع. صافي وكنخلط هادشي كامل مزيان مزيان حتى كتخلط هذيك السميده مع الخميره مع باقي المكونات. وفي هذا الاثناء راه كنكون وجدت المول اللي يعني نفرغ فيه هذا الخليط هذا. هنايا جبت المول ديال الزاج اللي دهنته مزيان بالزبده ورشيته بهاد السميده الرقيقه هذه اللي درت بها هاد الحرشه هذه. صافي وغادي غنفرغ فيه الخليط. هانتوما شفتوا القوام ديال الخليط كيفاش كيكون، ما كيكونش ثقيل بزاف وما كيكونش يعني خفيف بزاف. صافي هنا مباشره غادي ندخلها للفران. كنشعل عليها لتحت 180 درجه حتى كتحمر. من بعد كنشعل عليها الفوق كتحمر من الفوق ونرجع معكم.
هنايا غادي نوجد السيرو. انا درت الحرشه في الفران، غادي ندوز باش غادي نوجد السيرو باش يبرد. بيد ما خرجت يعني بيد ما خرجت البسبوسه من الفران، كندير كاس ديال الماء وكندير قشيرات ديال الليمون، وكندير سنيده جه ديال كاس الا ربع او نص كاس صافي. كندير هادشي فوق البوطه كاملو حتى كيولي عندي السيرو صافي. هنايا بعد ما ولا عندي الخليط هكا على شكل سيرو كنخليه يبرد مزيان باش يعني مباشره ملي كنخرج هذيك البسبوسه كنسقيها وهي سخونه صافي. هنايا بعد ما خرجتها من الفران نتوما شفتوا راه تحمرات مزيان، كتجي رطبه وخفيفه. غادي ناخذ هذاك السيرو اللي صاوبت، غادي نحيد منه هذوك القشيرات ديال الليمون، وغادي نسقيها مزيان. يعني كل ما سقيتوها كل ما جات يعني كتجي رطبه وهشيشه بزاف. ما تخافوش راه ما كتفتت ما حتى حاجه، غير خليوها حتى تبرد مزيان 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 عاد باش قطعوها. الا قطعتوها وهي سخونه راه كتفتت بطبيعه الحال. هذه راه معروفه لا على الكيك ولا على الحرشه ولا على اي حاجه من هذا النوع هذا. الا قطعتوها وهي سخونه راه كتفتت صافي. كنسقيها مزيان مزيان مزيان، كنسقي كاع يعني كاع البلايص اللي فيها. والتزيين بطبيعه الحال راه كيبقى اختياري. انا غناخذ غير شويه د الكوك، غادي ندوز هكا من الجنيبات ديال هاد الحرشه هذه. صراحه الله المذاق ديال يعني ديال البرتقال والكوك وهاد النسمه ديال السميده كتجي غزاله رائعه في المذاق. نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر كيفاش جاتكم. غير هي ديروها في المول يكون متيسع، يعني المول يكون كبير باش تجيكم رقيقه. انا جربتها في مول صغير وجاتني طالعه ما عجبتنيش بزاف. يعني بقيت كنديرها غير في هذا المول هذا اللي كبير باش كتجيني يعني كتجيني رقيقه كتجي زوينه حتى في الماكله. يعني ما كتجيش بحال كنقولوا معجنه اولا. الا طابت هكا في مول كبير كتجي طيبه مزيان وكتجي زوينه صافي. هنايا زينتها هاد الطريفات ديال الليمون اللي درتهم مع السيرو حتى تعسلوا. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحرشه. انا صراحه قطعتها وهي باقا سخونه باش ما نطولش عليكم فيديو، باش نوريكم كيفاش كتجي من الداخل. كتجي طيبه وكتجي هشيشه ورطبه، والمذاق ديالها كيجي خطير بهذاك البرتقال اللي درنا بالقشره ديالو. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد بحول الله مع وصفه جديده.